انتوا عارفين بقى ان عدى 123 سنة على افتتاح المتحف المصري اللي في ميدان التحرير؟ طب والله دي حاجة عظمة خالص. بس خدوا بالكم بقى ان المكان ده اساسا ما كانش المتحف المصري. طب ازاي ده بقى؟ بص يا سيدي، سنة 1835 أصدر محمد علي باشا مرسوم لإنشاء مصلحة للآثار، وأسند الموضوع ده ليوسف ضياء أفندي بإشراف من الشيخ رفاعة الطهطاوي، وقرروا أن هيكون المتحف في حديقة الأزبكية. والمتحف ده بقى كان بيضم مجموعة كبيرة جدا من الآثار. وبعدين تم نقل محتويات المتحف للقاعة التانية في قلعة صلاح الدين. وبعدها بقى الخديوي عباس حلمي الثاني بدأ في فرض الرقابة على الأجانب والمصريين بعد عمليات السلب والتهريب للآثار. وجه عالم المصريات الفرنسي أوجست ميريت اللي كان شغال في متحف اللوفر في فرنسا، وفكر بقى في فكرة عبقرية بعد عمليات السلب والتهريب للآثار المصرية. ففكر إنه يفتتح متحف بعد موافقة الخديوي إسماعيل طبعا سنة 1863، إنه يفتتح متحف على شاطئ النيل في بولاق علشان يضم فيها مجموعة الآثار. ولما الآثار اتعرضت لخطر الفيضان فقرروا إنهم هينقلوا الآثار دي للملحق الخاص بقصر الخديوي إسماعيل سنة 1891. طب تخلص بقى الحكاية لحد كده؟ أبدا. في عهد الخديوي عباس حلمي التاني بقى يقرر عالم المساريات جاستن ماسبيرو إنه يعمل مسابقة بتضم 73 تصميم أو رسومات عن متحف جديد، وما بين الرسومات دي بقى تفوز رسمة الرسام الفرنسي مارسيل دورنيو. وفي 15 نوفمبر سنة 1902 بيتم افتتاح أكبر متحف في الشرق الأوسط بيضم 180 ألف قطعة أثرية في قلب القاهرة في ميدان التحرير. طب ده على كده بقى المتحف المصري اللي في ميدان التحرير عمره أكبر من عمر دول كتير. مش بقول لكم جميلة يا بلدي؟